السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير. في الفيديو ديال اليوم غادي نحضروا واحد جوج كيكات اللي كيجيو رائعين وتيحمروا الوجه صراحه، وغير بخليط واحد. يعني بخليط واحد غادي نحضروا واحد الطارت ديال التفاح اللي كتجي هشيشه ورطبه، في نفس الوقت غنحضروا واحد الكيكه ديال الشوكولا شبيهه ديال البراونيز، كتجي معلكه وكتجي رائعه، ما غاديش تندموا الا جربتوهم، وغادي يحمروا لكم وجهكم نهار العيد مع ضيافكم. نبداو بطريقه التحضير. المكونات كنحتاجو واحد 4 ديال البيضات، انا كانوا عندي صغارين، الا كان عندكم كبار تقدروا تستعملوا غير 3. كاس كبير ديال السكر اللي كيوزن 150 غرام، وساشي ديال الفاني، وكنطربوا هاد المكونات مزيان حتى كيتجانسوا، في نفس الوقت حتى كيتضاعف الحجم ديال هاد المكونات هادو، يعني حتى كيولي الخليط بيض كيف ما غتشوف. من بعد ما كيولي القوام بحال هكا كنضيف الزيت اللي هي واحد الكاس، كنضيفه بالتدريج. حتى كندخل ديك الكميه كامله في الخليط ديالي. من بعد كنضيف كاس ديال الحليب. المكونات ديالها بساطين، في نفس الوقت كتعطينا جوج كيكات اللي كيجيو رائعين وغادي يحمروا لكم وجهكم، كيجيو هماويين، خصكم تجربوهم. من بعد كنبقى نضيف الدقيق بالتدريج. بالنسبه للكميه ديال الدقيق انا تقريبا خدا مني 250 غرام، ولكن الدقيق على حسب النوعيه، تقدروا تستعملوا اكثر تقدروا تستعملوا قل. المهم كنبقاو نضيفوه بالتدريج حتى كنحصلوا على القوام المطلوب. في هاد الاثناء فاش اننا كنبداو نضيفوا الدقيق كنحيدوا الباطور وكنبداو نخلطوه غير بالخلاط اليدوي. انا راه غير مسرعه الفيديو، في الاول كنكونوا كنخلطوه غير بشويه حتى كيتجانسوا لينا المكونات. من بعد كنضيف جوج ديال لي ساشي ديال الخماره اللي هي 16 غرام، كندخل ديك الخماره ديالي في الخليط. وهنا راه غيبان لكم القوام كيفاش داير ديال الكيك. ما كنتقلوش بزاف حيت مازال غادي نزيدو الكاكاو ومازال غنزيدو الدقيق. من بعد كنقسم الخليط ديالي الى نصفين. النصف الاول كنزيد له واحد 2 معالق كبار ديال الدقيق، وكنزيد ليه واحد التفاحه اللي حيت لها القشره ديالها وقطعتها مربعات صغيره. هاد القطع ديال التفاح كيجيو في هاد الكيكه واعره، كتجي طرط ديال التفاح اللي كتجي رطبه وكيعطيوها واحد المذاق رائع. من بعد كنخلط كلشي. من بعد كناخذ المول ديالي، انا خديت هذا فيه 30 سنتيم، القطر ديالو 30 سنتيم، ودرت له ورق الطبخ. ممكن تاخذوا اي مول عندكم، الا ما بغيتوش ديروا ورق الطبخ دهنوه غير بالزبده ورشوا شويه ديال الدقيق. من بعد كنوزع الخليط ديالي على الوجه كامل باش يجي متساوي. وهنا كناخذ التفاح اللي قطعته شرائح كيف ما كتشوف في الفيديو باش غادي نزين به من الفوق. كنحاول نزينو غير بحال هكايا. من بعد ما كنستف التفاح ديالي كامل كناخذ شويه اللوز ايفيلي اختياري، غير كنعمر به دوك الفراغات اللي كيبقاو ديال العجينه. من بعد كناخذ واحد الساشي ديال الفاني وكنرشها من الفوق على التفاح، كتعطي فيه واحد المذاق زوين وحتى كيجي محمر. من بعد كنخليوه على جنب، ما كندخلوش الفران دابا، حتى كندخلوهم بجوج. بغيتو تدخلوه قبل ممكن. كناخذ الخليط الثاني كنزيد ليه واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو، حتى المعلقه ونص على حسب الكاكاو ديالكم. الا كان يعني الا كان اللون ديالو مزيان راه غير معلقه واحده كافيه.
بعد ما كنخلط كندخلو مزيان في الخليط ديالي حتى كيولي اللون ديالو بني. كنزيد هنايا شويه ديال الشوكولا وشويه ديال الجوز. كنحاول ندخل هاد المكونات في الخليط ديالي. هاد الكيكه حتى هي كتجي رائعه، كتجي فيها واحد التعليكه زوينه بهاد الشوكولا اللي كنديرو وهاد الجوز اللي تيكون لداخل. في هاد الكيك هذا خديت المول ديال الزاج، درت ليه دهنته بشويه ديال الزبده ورشيت عليه الكاكاو غير باش ما يجيش داك الدقيق باين. الا رشينا الدقيق كيجي باين في الكيكه ديالنا. الكاكاو كيجي حسن. من بعد ما كنفرغ الخليط ديالي كنقادو حتى هو من الوجه، وهنا كناخذ شويه ديال الشوكولا، المهم اي شكلاط كتبغيو كتزينوا به من الفوق. انا خديت هنا واحد جوج نوعيات هكا غير الشكلاط ديال الماكله وزينت به، كيعطي منظر فيه زوين. خديت هنا شويه ديال الجوز ونفس الحاجه كنهرسو شويه وكنزين به على الوجه. هاد الكيكه هادي كتجي بحال البراونيز، كتجي زوينه بزاف صراحه. بجوج بهم ما غاديش تشبعوا منهم. من بعد ما ساليت الكيكات ديالي بجوج كندخلهم للفران. انا الفران ما كنكونش كنسخنه من قبل حتى كندخل الكيكات ديالي عاد كنشعل عليه على نار اللي مهيله حتى كيطيبوا على خاطرهم. الكيكات ديالي من بعد ما طابوا شوفوا كيفاش كيجيو منفوخين وكيجيو رائعين. ما غاديش تقولوا انكم حضرتهم غير بخليط واحد. هنا الكيكه ديالي فضلت انني نخليها في المول ديالها ديال الشوكولا وقطعتها هنايا. كيجيو هشاشين كيذوبوا في الفم. صراحه فكره رائعه هاد الكيكات اللي كيجيو هكا جوج بخليط واحد. شي مرات تيكونوا عندنا الضيوف كنبغيو نوعوا الطبيله ديالنا، داكشي علاش سجلوا عندكم هاد الوصفه غادي تحتاجوها شي نهار. هنا الكيكه ديالي راه ما صبرتش عليها، قطعتها وهي سخونه باش نصور لكم، ولكن راه كتجي زوينه بزاف. شوفوا كيفاش كتجي معلكه، كيفاش كيجي فيها داك الشكلاط لداخل، كتجي رائعه حتى هاد الكيكه هادي. صراحه هاد الكيكات بجوج ما مقدرش نفضل وحده على الاخرى، بجوج بيهم كيجي فيهم واحد المذاق اللي زوين وحده تنسيكم في الاخرى. الكيكه ديالي ديال التفاح فكرت انني نزينها هكا بالسكر بودره، رشوا عليها على الوجه. تقدروا تخليوها غير هكاك مزيانه. من بعد غادي نقطع لكم واحد الطريف تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كتجي رطبه وخفيفه صراحه كتذوب في الفم. شوفوا الكيكه ديالي كيفاش كتجي منفوخه وهشيشه، كتجي حتى هي رائعه. كيستحقوا تجربوهم، والا جربتوهم ردوا عليا كيفاش جاو معكم. شوفوا الكيكه كيفاش كتجي مهويه من الداخل، خاصكم تجربوهم وتردوا عليا. وبما انكم وصلتوا معايا لاخر الفيديو كنبغي نقول لكم شكرا على المشاهده. ما تنساوش لايك الا مازال ما درتوهاش، شي كلمه زوينه في كومونتير. الى فيديو اخر ان شاء الله.